بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال ان شاء الله. بإذن الله هنعمل معاكم الكشري الاصفر الاسكندراني ده بأسهل طريقة، بس اتبع معايا المقادير والطريقة. اول حاجة، لكل كوبايتين رز مصري كوباية عدس اصفر. تمام كده، هنمسكهم نقلبهم مع بعض وننقيهم كويس وننضفهم، وبعد كده نغسلهم كويس اوي اوي تحت المية الجارية زي ما انتوا شايفين. انا بحب اغسله مره واتنين وتلاته لغايه ما الميه بتاعته تروق كده زي ما انتوا شايفين. مقدار القعد بتاعه او الميه بتاعته عقله صباع، هتحطي كده عقله الصباع بتاعتك لغايه العقله الاولانيه كده مقدار القعد بتاعه. انا بحب اسيبه شويه منقوع. تمام. وطبعا هنعمل جنبه البيض المدحرج ده حسب عدد افراد اسرتك. بقى عندنا شويه ميه عاديه من الحنفيه ونحط عليهم شويه ملح. تمام. وهنرفع البيض على النار. تمام كده بالميه. هنا بقى بحب اعمل جنبه بطاطس محمره، بس الاول بحب اخرطها كده طرنشات. تمام، بسمك تخين شويه لان انا بسلقها وبعد كده بحمرها. تمام كده. ده بقى لبناتنا الحلوين المبتدئين لسه، يتبعوا معايا الخطوات هيطلعوا باحسن نتيجه. تمام كده، زي ما انت شايفه بعملها بالسمك اللي هوريهولك ده اهوت. لازم تعملها كلها سمك واحد. تمام كده، عشان مفيش واحده تستوي قبل واحده. هشطفها تاني بقى واحطها في شويه ميه واحط عليها نص معلقه ملح. تمام، وارفعها على النار. تمام كده، ارفعهم الاتنين على النار. اول ما البيض يغلي احسب له 5 دقايق من بعد الغليان، وبعد كده هطفي عليه النار. تمام، ما تسيبيش البيض كتير يغلي على النار اهو. وهشوف بقى البطاطس هتعرفي ازاي ان هي استوت. هتجيبي كده ايد معلقه او حرف سكينه وتغرزيها كده في البطاطسايه، لو دخلت بسهوله يبقى هي كده استوت. ما دخلتش خلاص سيبها تكمل سواها. تمام، وما تسيش عليها عشان ما تتهريش منك. اول ما تستوي صفي عليها الميه وقشريها بقى ونحمرها مع بعض. تعالوا بقى نعمل الكشري بتاعنا الجميل. هنخرط بصلايه كده يعني قد ما تقدري خرطيها رفيع زي ما انت شايفه كده. تمام كده. يلا حبيبتي اذكري الله وقولي لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الا بذكر الله تطمئن القلوب. الكشري الاسكندراني او الكشري العدس الاصفر ده بيبقى جميل جدا جدا في الشتاء وبيدفي. تمام كده، هنحط عليه بقى شويه زيت او سمنه، المتاح عندك حطيه، بس انا بحب اعمله بالزيت بيبقى خفيف. تمام كده. اول ما البصله تصفر ما تخليهاش تاخد لون غامق، هحط عليها بقى الكشري بالقعد بتاعه اللي انا كنت غسلاه وحطاه له زي ما قلت لك، وهديله تقليبه واحط له معلقه ملح. تمام كده. واغطي عليه بقى يتشرب زي ما انتوا شايفين. مش هياخد معاكي اي وقت ويخلص معاكي بسرعه، واكله جميله جدا واكله شتويه حلوه بتدفي. تمام. حطيت له هنا الملح واغطي عليه، وهنا حطيت له سنه صغيره كمون، ما تكتريش عشان ما يغمقش منك. تمام. ولو مش حابه تضيفي الكمون ما تضيفوهوش، بس هو بيديله طعم حلو قوي وريحه جميله جدا جدا. تمام. هغطي عليه بقى ياخد غلوه ويشرب كده، واول ما يشرب زي ما انتوا شايفين ههدي عليه النار خالص شمعه ويتردد على راحته بقى. تمام، وهوريهولك بعد السوا. يلا يا حبيبتي انزلوا حط لايك واعملي اشتراك في القناه وفعلي زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك اشعار باي حاجه جديده انا بعملها في الوقت ده. انا هديت عليه. تعالوا بقى البيض بتاعنا قشرناه بعد ما اتسلق. عندنا معلقه سمنه فلاحي او زبده وندحرج فيها البيض كده، نديله تحميره بس خفيفه. اول ما تحطيه قلبي على طول، ما تسيبوش وتروحي في حته. تمام. ده البنوتات العسلات او مثلا للشباب المغتربين او اللي هم عايشين لوحدهم. تمام كده، ما تسيبيش البيض لوحده. تمام كده، قلبي فيه كده طول ما هو في معلقه الزبده ديت هتديله لون وطعم جميل جدا جدا. اول ما ياخد اللون ده من كل النواحي هتطلعيه بقى وترش عليه شويه ملح على فلفل اسمر على كمون، هيديله طعم جميل جدا. خلي عندك على طول دقه كده ترشيها على الحاجات اللي زي كده اهوت. ده ملح على فلفل اسمر على كمون هيديله طعم جميل جدا. وبعد كده حمرنا البطاطس بتاعتنا بعد ما اتسلقت زي ما قلت لك. تعرفي ازاي ان هي استوت؟ تحطي فيها كده ايد معلقه او حرف سكينه تخش فيها بسهوله تعرفي كده ان هي استوت. تقشريها بقى وتحمريها باللون الذهبي الجميل ده. جنب مثلا شويه، جنب بقى برنجان محمر كده جميل او قرنين شطه. شوفوا الرز هنا بقى كان استوى خالص. شايفين قد ايه مفلفل الكشري بتاعنا الاسكندراني؟ شايفين جميل ازاي وكان مفلفل.
وجميل جدا وطعمه كان رهيب. تاكليه بقى كده سخن جنب الحاجات اللي احنا عاملينها جنبه دي، جنب البيض والبطاطس وشوية برنجان وشطة كده محمرين. احلى اكلة جميلة جدا جدا، ومش هتاخد معاكي اي وقت، واكلة سريعة وجميلة جدا جدا ومغذية. يلا حبيبتي، مع السلامة.